بلكي جماعه اخي خليه يكمل، خليه يكمل. تفضل يا دكتور. تفضل يا حيوان ناطق، تفضل. لا يا سيدي نفس الرد. انت بدك تحكي. ارجوك رجاء حار، هذا كلام غير مزبوط. رجائك مقبول دكتور، تفضل. تفضل. على كل حال ما بجي معك بهائم على الاستوديو. طب ما انت يعني شو نفس الشيء. طيب نزعت. طيب تفضل. ما نزعت. جاوبني شو بدك طيب لك شو. لك الله يسلمك. حزب الله وسوريا وايران مرتبطين بتحالف معروف. جميل جميل. اليوم التحالف المقابل يدخل فيه الجماعات الإسلامية، الإخوان المسلمين، نعم. القاعدة، حتى إسرائيل، حتى الدول الغربية، حتى مخابرات أجنبية. اليوم في حرب استراتيجية على المنطقة. طيب بس بدي أسألك كيف أمريكا بتدعم النصرة؟ كيف أمريكا بتدعم النصرة وبتحطها على لا ما عم تدعم النصرة. الولايات المتحدة رفضت من زمان دعمهم. طيب ماشي. لكن عبر قنوات ثانية تدعم الإخوان المسلمين. جميل. اليوم بمصر من يدعم الإخوان المسلمين؟ مين يدعم الإخوان المسلمين؟ وفي دول خليجية تدعم السلفيين. نعم. الإخوان تدعمهم قطر، تركيا ودول أخرى. ماشي. اليوم في هذا التصغير للوضع في سوريا هو تصغير للواقع المرير للمنطقة كلها. منطقة على فوهة بركان وتغيير. جميل. وستتغير عدة. جميل. لذلك اليوم القول انه في مجموعه بتحارب هون او مجموعه تحارب هون، انا ما عندي مشكله انه هناك من ياتي ويقاتل في سوريا سواء مع المعارضه او مع الدوله. جميل. انا مع على المشروع السياسي لمستقبل سوريا. رائع. وليست على وجود اجانب في الداخل. رائع جدا. كيف ترد على هذه الكلمه؟ الرجل يقول لك هو اصلا ضد كل اي جماعه تدخل سوريا كانت من اي مكان، وهذا كلام منطق. هو يخشى على مستقبل سوريا. السوريون لم يتحركوا، لم يطالبوا بالإصلاح والتغيير كي ينتقلوا من السيء إلى الأسوأ. هذا هو كلامك ولا لا؟ صح. تفضل. انبسطت هلا؟ ممنون. تفضل. مين الرجل بالموضوع أول شيء؟ بنص دقيقة، بربع انتهى الوقت. طيب أنا أريد أن أقول كلمة. بالآخر انتهى معك ربع دقيقة. أريد أن أقول كلمة دكتور. ماذا تقول للشعب السوري؟ أريد أن أقول كلمة، أن الشعب السوري الذي يقوم بثورة شعبية استطاع من خلالها أن يزيل فروع إرهاب كاملة بنيت على تصنيع الإرهاب حتى في أقضية المخابرات السورية حتى تنتج أمثال هؤلاء ليدافعوا عنها. وصل إلى درجة يعبر فيها عن أن النظام انتهى وأنه لم يبقى في جعبتهم إلا الشتائم. سلم لي على جماعتك وقل لهم تلمسوا رؤوسكم، الجيش الحر سيدوسكم. وأكثر من ذلك، أرجاس النظام التي تتحملها تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عنك. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء. ما بصير. انت إلى اللقاء. إلى اللقاء. بدك تطهير من أرجاسك. على ابوك يا ابن الشرموطه. لا 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 لا